حبى الله مصر بموقع فريد جعلها منذ بدء التاريخ قلب العالم النابض وبؤرة اهتمام القوى العالمية وركيزة مصالح الإمبراطوريات القديمة والحديثة، فهي بحق عبقرية المكان ودرة الأزمان. ولقد زاد اهتمام العالم بمصر وموقعها الفريد بعد حفر قناة السويس، حتى أصبحت ركيزة أساسية في منظومة التجارة الدولية ورمانة الميزان في الانتعاش أو الكساد العالمي، كما أنها تمثل بالنسبة لمصر إحدى ركائز أمنها القومي وأبرز أهدافها الحيوية وأعظم منجزاتها الحضارية في العصر الحديث، وارتبطت ارتباطا وثيقا بكافة صراعاتها من أجل الحرية والاستقلال وصون الإرادة الوطنية. تعود فكرة إنشاء قناة لربط البحرين الأحمر والمتوسط إلى عصر الفرعون المصري سنوسرت الثالث، الذي تم في عهده حفر أول قناة لربط البحرين عبر نهر النيل. وعلى مدار 26 قرنا من الزمان أعيد حفر تلك القناة 6 مرات، كان آخرها قناة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والتي أنشأها عمرو بن العاص عقب الفتح الإسلامي لمصر سنة 642 من الميلاد. وداعب حلم إنشاء قناة تربط البحرين الأبيض والأحمر خيال نابليون بونابرت أثناء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، فعهد إلى المهندس لوبيير كبير مهندسي الطرق في الحملة بعمل دراسة للمشروع، إلا أن الدراسة أثبتت بطريق الخطأ ارتفاع منسوب البحر الأحمر عن البحر الأبيض ب8 أمتار ونصف المتر، وبذلك ألغي مشروع القناة أيام الحملة الفرنسية. وعاد الحلم يبرق في خيال الدبلوماسي الفرنسي فرديناند دي ليسيبس، فاستغل صداقته لوالي مصر محمد سعيد باشا، وحصل منه على امتياز حفر القناة في 5 يناير عام 1856. واشترك في حفر قناة السويس ما يقرب من 1,000,000 مصري، واستشهد في حفرها الذي استغرق 10 سنوات ما يقرب من 100,000 مصري، وهي دلالة على قدسية ذلك الشريان الحيوي في التاريخ النضالي لمصر. وفي حفل أسطوري مشهود دعي إليه ملوك وأباطرة العالم على رأسهم إمبراطورة فرنسا أوجيني، تم افتتاح القناة للملاحة العالمية في 17 من نوفمبر سنة 1869، ثم وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882 لتنقطع صلتها بالقناة وعوائدها، إلى أن قامت ثورة يوليو عام 1952، فعمل جمال عبد الناصر منذ اللحظة الأولى على تأكيد استقلال مصر وامتلاكها لمقدراتها ومنجزاتها الحضارية، وكان أبرزها استعادة قناة السويس للسيادة المصرية، فسعى أولا لخروج القوات البريطانية من مصر، وتم ذلك بتوقيع اتفاقية الجلاء عام 1954، وبمقتضاها تم رحيل آخر جندي بريطاني عن قاعدة قناة السويس في 18 من يونيو عام 1956. وعندما شرع جمال عبد الناصر في بناء السد العالي لتوفير الطاقة الكهربية اللازمة للتنمية في مصر ولتوفير مياه النيل المهدرة في البحر المتوسط، فقام جمال عبد الناصر يوم 26 من يوليو عام 1956 بتأميم قناة السويس. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ضربة كانت من معلم، ضربة كانت من معلم. ولم تنجح محاولات الغرب الذي أصيب بصدمة مدوية في تعطيل العمل بالقناة من خلال سحب المرشدين، فقد أعدت مصر لكل أمر عدته، واستطاعت برجالها من السلاح البحري والمرشدين التجاريين وبعض المرشدين الأجانب الذين رفضوا الانسحاب واستمروا مع المرشدين المصريين في إدارة القناة والحفاظ على أهميتها وحيويتها في خدمة الملاحة العالمية. وكان من جراء ذلك قيام إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بشن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956،
وتوقفت الملاحة في القناة نتيجة لغرق بعض السفن في المجرى الملاحي. ولكن مصر بعد فشل العدوان الثلاثي وانسحاب القوات المعتدية عملت على تطهير القناة وافتتاحها للملاحة الدولية كتأكيد لانتصار مصر على العدوان في تلك الحرب التي كانت قناة السويس محورها وأبرز أهدافها. وفي يونيو عام 1967 شنت إسرائيل عدوانها الغاشم على مصر، وتوقفت الملاحة في قناة السويس 8 سنوات. خسر العالم خلالها ما يزيد عن 13 مليار دولار، وخسرت مصر ما يقرب من 1500 مليون جنيه نتيجة إغلاق القناة، إلى أن اتخذ الرئيس الراحل محمد أنور السادات قراره الشجاع ببدء حرب التحرير واستعادة الكرامة المصرية والعربية في 6 أكتوبر عام 1973، والتي كانت قناة السويس تمثل أكبر تحدياتها. ولكن القوات المسلحة المصرية تمكنت من اقتحام القناة وتدمير حصون خط بارليف وتحقيق أعظم انتصار لمصر والأمة العربية في العصر الحديث، والذي انتهى برفع العلم المصري على ربوع سيناء واستعادة مصر لعزتها وكرامتها وكامل أرضها. وبدأت عقب نصر أكتوبر المجيد ملحمة وطنية خالدة تمثلت في تطهير قناة السويس من السفن الغارقة ومخلفات الحرب. وفي 5 يونيو عام 1975 أعيد افتتاح القناة للملاحة العالمية في احتفالية تاريخية مشهودة تقدمها الرئيس محمد أنور السادات، ولتعود القناة مرة أخرى لتؤدي دورها الحضاري والإنساني في خدمة شعوب العالم. إنني أتوجه إلى العالم كله، هذا هو شعب مصر، هذه هي إرادة مصر، وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام، شريانا للمحبة. ومع التقدم التكنولوجي طور العالم من أحجام السفن وحجم الحمولات المنقولة، لذا شرعت هيئة القناة عقب إعادة الافتتاح مباشرة في تطوير المجرى الملاحي ليرتفع غاطس السفن العابرة من 38 قدما إلى 53 قدما، وتزيد قدرة القناة على استيعاب الحمولات من 60,000 طن إلى 150,000 طن دفعة واحدة. وافتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات هذه المرحلة المهمة في 16 من ديسمبر عام 1980، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توالت مشاريع التطوير بامتلاك هيئة قناة السويس لأكبر أسطول من الكراكات الحديثة ساعد على رفع غاطس القناة تدريجياً، حتى وصل في يناير عام 2010 إلى 66 قدماً، وقفزت معه القدرة الاستيعابية للقناة إلى 240,000 طن للسفن المحملة، كما يمكن للسفن الأخرى الأكبر من ذلك أن تعبر القناة فارغة أو بتحميل جزئي. وبذلك أصبحت القناة قادرة على استقبال 62% من أسطول ناقلات البترول العالمي، و94% من أسطول سفن الصب، و100% من أسطول سفن الحاويات العالمي وباقي أنواع السفن. وليس أدل على كفاءة قناة السويس وقدرتها على خدمة الملاحة العالمية والإسهام في رواج الاقتصاد العالمي من عبور واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، وهي السفينة ميرسك ماكيني مولر، والتي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها 200,000 طن، وتستطيع أن تحمل على ظهرها 18,270 حاوية. ويمثل عبورها يوماً مشهوداً في تاريخ قناة السويس ووسام شرف على صدر العاملين فيها في مختلف الإدارات والأقسام. النهارده يوم تاريخي في تاريخ قناة السويس. لأول مرة
في تاريخ قناة السويس تعبر سفينة في مثل هذا الحجم، أكبر سفينة حاويات في العالم 18270 حاوية. وأنا بعتبر عبور هذه السفينة رسالة لجميع التوكيلات الملاحية في العالم. أهلا وسهلا بكم قناة السويس، القناة الأم، وستظل إن شاء الله القناة الأم على مدى الدهر بإذن الله تعالى. وعندما قامت ثورة 25 من يناير عام 2011 و30 من يونيو عام 2013، كان من أخطر المهام التي حرصت مصر على تنفيذها وسط التحديات والعدائيات الداخلية والخارجية التي صاحبت الثورتين هو الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس. وعهد إلى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس والأجهزة الأمنية بمحافظات القناة بتأمين القناة ضد العدائيات الساعية لتهديد الأمن القومي المصري. وتضافرت كافة جهود الدولة في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومحيطه شرقاً وغرباً بمنظومة أمنية متكاملة في البر والبحر والجو للحفاظ على سلامة الملاحة في قناة السويس، دعماً للاقتصاد العالمي، فضلاً عن دورها في خدمة الاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية. وتفخر هيئة قناة السويس وجميع العاملين فيها أن عائداتها خلال العام 2014 تمثل أكبر عائد للقناة منذ افتتاحها عام 1869، حيث وصل إلى 5 مليارات و323 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 37 ملياراً و21 مليون جنيه مصري، أضيفت إلى خزانة الدولة مباشرة بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن العام السابق 2013. وقد تم ذلك في أصعب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وبفضل سواعد العاملين في قناة السويس والذين يبلغ تعدادهم قرابة 25 ألف عامل وموظف، جميعهم مصريون وليس بينهم أجنبي واحد. وهذا أكبر دليل على قوة وإرادة المصريين على تحدي الصعاب وتحقيق النجاح. إن قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869 وهي تمثل تجسيداً حياً لإرادة شعب مصر، كما أنها تمثل رؤية مصر الحضارية في التعاون مع الشعوب وإثراء المسيرة الإنسانية. إنها ملحمة نضالية طويلة وحافلة صنعها على مر الأجيال رجال يؤمنون بربهم ويشرفون بالانتماء لوطنهم ومخلصون في بذلهم وعطائهم، كي تظل مصر دائما قوية أبية قادرة على مواصلة مسيرتها الحضارية والإنسانية في ظل قيادتها الوطنية الجديدة على درب الأمن والخير والسلام. ولتبقى مصر أولا، ومصر دائما، ومصر فوق الجميع.